عيسى ابن مريم أراد أن يلقن خادما له تلميذ أنه ضعيف اليقين وأن الدنيا تهلكه، وقد عرف عيسى أمره. صار عيسى بهذا الغلام واشترى 3 أرغفة. انظر بقى إلى الدنيا لما تدخل إلى ضعاف القلوب. اشترى 3 أرغفة. قال عيسى: رغيف لك ورغيف لي ورغيف نأكله فيما بعد. وهذا اختبار، وعيسى عليه وعلى الصلاة والسلام يعلم حال الرجل. فأكل الرجل الرغيف الثالث. ما في مشكل، جوعت، ايه المانع؟ ما تعترف، الصدق ينجي. فقال عيسى بعد مدة: أين الرغيف الثالث؟ قال الرجل: لا أعلم. هذا كذب. طيب أنت أخذته وأنت جعان، لا بأس، هسامحك، لكن تكذب تقول لا أعلم وأنت لازم. مين الثالث معانا لما أنت لا تعلم؟ فأراد عيسى أن يعزز عنده اليقين بظهور الآيات. فجاء عيسى بالآيات، ذبح جديا وشواه، ثم قال للجدي: تكلم، فتكلم. فقال الرجل: سبحان الله، جدي ومشوي يتكلم. قال: بحق من أراك هذه الآية، من صاحب الرغيف الثالث؟ قال: لا أعلم. فمشى حتى جاء إلى الماء، فمشى عيسى على الماء كما يمشي على الأرض الصلبة. فقال الرجل: سبحان الله، تمشي على الماء ولا تبتل قدمك. فقال: بحق من أراك هذه الآية، من صاحب الرغيف الثالث؟ قال: لا أعلم. فعلم عيسى أن الرجل ليس من أهل الإيمان، لأنه من أهل الإيمان تكفيه هذه الآية، تكفيه الموعظة، أهل الإيمان قلوبهم يقظة. فعلم أن الرجل صاحب دنيا، فدخل عليه من باب الدنيا. فصنع عيسى 3 أكوام من الرمال. فقال الرجل: ما تصنع يا نبي الله؟ قال: أصنع أكواما أحولها ذهبا. قال: ذهبا؟ قال: نعم. فقال للأكوام: كوني ذهبا، فكانت ذهبا. فقال: لمن هذه الأكوام؟ قال: كوم لي وكوم لك وكوم لصاحب الرغيف الثالث. قال: أنا صاحب الرغيف الثالث. أخذها من الدنيا. دي مصيبة يا أخوانا، والله مصيبة. إن فينا هذا الرجل، قد أكون أنا، قد لا تقنع بالقرآن وتقنع بالدنيا ولم تصدق الله. ضحكتم على حال الرجل ونحن أولى بالضحك علينا، لأننا حالنا يضحك. رب العالمين يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما قالوا: فليأتينا بآية كما أرسل الأولون، نريد معجزات. قال: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. حتى لو أعطيناهم الآيات مش هيؤمنوا. ليه؟ لأن الله قال: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. يقول لك مثلا: عايز خطيب إيه؟ يقول لي قصص ويبكيني ويزعق كده على المنبر. يا رجل، قلبك إذا استيقظ ينفعك أقل المواعظ، لا تحتاج إلى من يمثل على المنبر. ومنهم من يستمع إليك، القضية عندك مش عندني. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وفي سورة الكهف: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ليه؟ للعوارض اللي عندك. تروح لصاحب العمل تتفانى في العمل علشان يرقيك وتضيع صلاتك، وفي الآخر ما تاخدش الترقيه وما تاخدش الحوافز، وتقول: ده راجل ظالم استعبدني. هل كنت عبدا لله فيعطيك ويوفيك؟ أيظلم الله؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن هذه الآيات لا تنفع إلا أهل اليقين. علمت لماذا نحتاج إلى اليقين؟